من هم المترشحين للانتخابات الرئاسية في الجزائر 2024؟ ترشح 3 مرشحين لانتخابات الرئاسة الجزائرية 2024. تحليل وتحليل محتمل. لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد، وهنا نواصل مرشحين الانتخابات. مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في عام 2024، شهدت الساحة السياسية في البلاد تقديم 3 مرشحين رئيسيين لسباق الرئاسة. وهنا نقدم لكم من هم هؤلاء المرشحون. هم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، ورئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني، والأمين العام لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش. يقدم هذا التنافس الثلاثي خلفية سياسية معقدة ويعكس التوازنات والمصالح المتنوعة في الجزائر. أولاً، عبد المجيد تبون، الرئيس الحالي. عبد المجيد تبون هو الرئيس الحالي للجزائر، وقد تولى المنصب في ديسمبر 2019 بعد فترة من الاحتجاجات الشعبية ضد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. تبون، الذي كان وزيرا سابقا، يمثل استمرارية في السياسة الجزائرية، حيث يتبنى برنامجا يركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الأوضاع الاجتماعية. خلال فترة رئاسته، واجه تبون تحديات كبيرة، منها تداعيات جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية. في الانتخابات المقبلة، يسعى تبون إلى استعادة ثقة الناخبين من خلال تقديم رؤية جديدة للتنمية والاستقرار. ثانياً، عبد العالي حساني، رئيس حركة مجتمع السلم. عبد العالي حساني، رئيس حركة مجتمع السلم حمص، هو أحد الوجوه البارزة في السياسة الجزائرية. حركة مجتمع السلم هي حزب سياسي إسلامي يميل إلى الوسط، وسبق أن كانت جزءاً من الحكومة في السنوات الماضية. يركز حساني في حملته الانتخابية على تعزيز القيم الإسلامية والعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير الاقتصاد المحلي. يتمتع حساني بدعم قاعدة شعبية كبيرة، ويدعو إلى تحسين شروط المعيشة وتعزيز دور الشباب في الحياة السياسية. ثالثاً، يوسف أوشيش، الأمين العام لجبهة القوى الاشتراكية. يوسف أوشيش هو الأمين العام لجبهة القوى الاشتراكية، واحدة من أقدم الأحزاب السياسية في الجزائر. تأسست جبهة القوى الاشتراكية في سبعينيات القرن الماضي، ولها تاريخ طويل في النضال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان. يدعو أوشيش في برنامجه الانتخابي إلى تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إصلاحات سياسية واقتصادية عميقة. يمثل أوشيش خياراً يعبر عن رغبة في التغيير الجذري ومواجهة التحديات التي تعاني منها البلاد. تحليل المشهد السياسي. تقدم هذه الانتخابات الرئاسية فرصة لتقييم تطور السياسة الجزائرية ومعرفة كيف سيختار الناخبون بين الاستمرارية والتغيير. بينما يسعى عبد المجيد تبون إلى استكمال ولايته وتنفيذ برامجه الإصلاحية، يقدم عبد العالي حساني بديلاً يتضمن نهجاً إسلامياً مع التركيز على القيم الاجتماعية. من جهة أخرى، يطرح يوسف أوشيش برنامجاً يسعى إلى إعادة تشكيل النظام السياسي بشكل جذري.